مرحبا حبايبي، شلونكم؟ فيديو جديد. اليوم راح يكون وصفة سهلة وبسيطة وبها وصفات وبها نصائح أيضا حتى تنجح هاي الوصفة وياكم بكل سهولة. أيضا هاي الوصفة هي تنفع أيضا لانش بوكس للأطفال ولا حتى الموظفين أيضا ممكن ياخذوا وياهم، لأن هم حيقضون أكثر وقتهم، يعني نص النهار حيقضوا بالوظيفة، فيحتاجون أيضا وجبة غداء بسيطة. هنا راح اسوي وجبة بسيطة، هي عبارة عن صدر دجاج، هيكون على شكل قص دجاج. وصفتنا هي قص دجاج، لكن هنا الوصفة ما راح تكون يعني مثل وصفات القص دجاج تسووها كلش خفيفة وبس. كلش القصة مال صدر الدجاج تكون خفيفة، لا ما يصير. هنا لازم ما نسويها خفيفة، ضروري انه هنا تكون شوية بها سمك. ليش؟ لان هنا راح ممكن نخزنها لفترة بالثلاجة. تمام. طبعا هنا لولو دا تثرم، انا ما ادري رحت بشغله جيت لقيتها دا تثرم. الله يحفظها ويحفظ اولادنا واولادكم جميعا ان شاء الله. هنا صدر الدجاج لازم يكون يعني مقطع بشكل بسمك. طبعا هنا استخدمت انا نص كيلو، بعدين رجعت ترمت كيلو كامل، يعني الكيس اللي شفتوه هو كيلو استخدمته كامل. لازم هنا القص الصدر الدجاج لازم هنا يكون بيه سمك، يعني لا تسووه ضعيف كلش مثل القص الدجاج، لا لازم يكون شوية بيه سمك حتى اذا تقدرون تخزنوه ايضا بالفريز، تقدرون ايضا هذا تخلوه فترة بالثلاجة ما عليه اي شيء. تمام. لكن القص الدجاج اللي تجيبه من المطعم دائما يكون عبارة عن شرائح كلش خفيفة وضعيفة، هذا اذا بات الليلة الثانية ما يباتها، ممكن ويابس يعني. تمام. حتلقوه يابس وما راح تقدرون اصلا تاكلوه. فلهذا دائما حتى اللفات اللي نجيبها من برا دائما احنا حارة ناكلها من تبرد بعد ما تنكال لان هي تيبس. هنا هاي ممكن ايضا تطول فترة وياكم، لا حشوها تفيدكم فترة اطول تبقى وياكم. هنا عندنا التتبيلة، هي عبارة عن فلفل اسود، بابريكا، ثوم مطحون، بصل مطحون، وملح. واستخدمت ملح، واستخدمت ايضا هنا لون بصرة مطحون. اضافة الى ايضا راح استخدم هنا الكاري، بهارات الكاري. نخلط طبعا روبة، هنا استخدمت الكاميرا عشان طافية، استخدمت ايضا نص طاسة روبة، يعني كمية بسيطة حوالي 4-5 معالق روبة. بعدها راح اضيف راح اخلطها ايضا، وحامض ايضا ضفت. الكاميرا كانت ما مشتغلة، حامض وروبة استخدمت ايضا. دبلتهن مع بعض وحطيتهن ايضا وغلفتهن بالاسترتش هذا او نايلون يعني، وخليتهن بالثلاجة لفترة على الأقل ليلة كاملة. الطاوة هنا لازم تكون حارة، ضروري هنا الطاوة تكون حارة كلش، لأن هنا إذا ما خليت الطاوة حارة راح الصدر الدجاج أو القص الدجاج هنا هذا راح ينزل مي. إذا نزل مي بهاي الحالة ما راح تقدرون بعد من ينزل مي هذا الدجاج راح يحشف بطنه، يعني حيكون يابس الصدر. لهذا يفضل ان تكون الطاوة حارة، ومن تحطون القص مال الدجاج او هذا صدر الدجاج، من قص الدجاج القاصي بهذا الشكل، من تحطوه هذا اللحم الدجاج ما يبرد. لكن اذا حطيتها مرة واحدة راح يبرد. انا هنا سويت على 3 وجبات بالطاوة، كل مرة يستوي وجبة واحط الوجبة الثانية. قسمت هذا الكيلو صدر الدجاج 3 وجبات. تمام. لان اذا سويتها مره واحده مثل ما قلت حينزل المي وراح يحشف بطنه، راح يبس الصدر وما راح ينطيني لونه. بس هنا لا، راح تبقى بطن مال الحشو مال الدجاجه راح تبقى طريه. تمام. لان انا ما اريد ينزل المي واريد يبقى وياي اطول فتره ممكنه. فلهذا اول ما تحمى الطاوه، ما عليكم هنا الفيديو مسرع فما مبين انه قلبته، اول ما تحمى الطاوه شوف الطاوه حامي احطه ورا شويه، يلا اجي اقلبه، ما يصير اقلبه بنفس اللحظه واظل اقلب بيه لان ينزل ايضا مي. فانتبهوا على هاي التركات. كملت هنا صدر دجاج. الصلصه اللي حتكون وياه هي عباره عن كاتشب ومايونيز وحامض، وحطيت ايضا جبن موزاريلا مبروش، رشت لها شويه جبن موزاريلا وحطيتها وياه. وطبعا هنا ما يحتاج اسيح جبن موزاريلا، لان هنا انا راح اخلطها ويا المكونات الكاتشب والمايونيز والحامض، بعد هي تسيح ما يحتاج لها بعد انه انا اسيحها على الحرارة. شوفوا شلون صارت كل الصلصة هنا كلش طيبة وسهلة وبسيطة. هنا اذا تريدون احنا كنا هاي الوجبة على العشاء بدون ما حطيت لها الصاجية، الخبز الصاجي. كهرباء هنا طفت واشتغلت بدون ما احط لها خبز الصاجي. لكن هذه الوصفة هنا تاكلوها عادي وحدها، لكن تقدرون ايضا تضيفون خبز الصاجي وتضيفوه بهاي الطريقة اللي هي شوية مايونيز على كاتشب
بهاي الطريقة ضفتها. انه ضفت هنا خبز الصاجي، حطيت شوية مايونيز. المايونيز حتى يكمش الحشوة بالداخل، تمام. بنحضيفها للخبز الصاجي حتى يكمش الحشوة. هنا من هاي الوصفات راح اسويها وراح اخليها ثاني يوم للاطفال باللانش بوكس، تمام. تقدرون حتى هذا تخلوه بكيس وتحطوه بالفريز ثاني يوم او ورا يومين ثلاثة، تطلعوه تسخنوه شوية وتسووه تحطوه بالخبز الصاجي عادي، ماكو عليه اي اشكال، حيبقى مثل ما هو كأنه توه جديد. طبعا حطيت المايونيز مثل ما قلنا لان حتى يحافظ على يكمش الحشوة بالداخل. وبعدها حطيت ايضا، استخدمت ايضا خضار، قلت الاطفال تفيدهم الخضار اللي هي كان فلفل اخضر وجزر، اضافة الى البازاليا، وبوتيتا ايضا استخدمتها بالحشوة. ممكن تستغنون عن البوتيتا. هاي هذا ثالث خبز صاج سويته. هنا اللي عنده كابسة ممكن يستخدم كابسة حتى يكبس هذا الصاج، تطلع صاجية مثل اللي نشتريها من المطاعم. اللي عنده صاجية، واللي ما عنده حيتابع تابع شوية بعد الفيديو راح تشوفين شلون طريقة حلوة سويتها وطلعت كأنه حطتها بجهاز صاجي. طبعا هنا اللفة تكون بهذا الشكل، لازم تلفين الجوانب مالتها لان الجوانب من تلف حتحافظ على الحشوة من انه ما تتسرب، تمام. انا هنا لفيتها هذه الجوانب حتى نحافظ على حشوة ما تتسرب من الجوانب. شوفوا شلون صارت كلش حلوة وسهلة وبسيطة. هاي اخر واحدة، اخر واحد حطيت المايونيز، حطيت ايضا صدر الدجاج اللي بقى، طبعا مسحته على الجوانب حتى كل النص الصاج يصير بيها. هنا حطيت صدر الدجاج، شوية بوتيتا وشوية خضار حطيت. اللي ما يريد الفلفل الاخضر، هنا شلت شوية الفلفل الاخضر لان هذا الصاجي البعض منا احنا عندنا ما يحب فلفل اخضر، فشلت لهم شوية من الفلفل الاخضر. لفيتها بهاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة كلش سهلة، واهم شي تضبطون الضبة، يعني تضبوها هاي اللورة تكون مضبوطة حتى لا يسرب ايضا من عندها وتنفتح لما تحطوها بالطاوة. هذا الشكل هي الطريقة النهائية. الحابب يستخدمها اللي هنا ممكن يكبسها هنا بالطاوة وخلاص ينطيها للطفل يصير باللانش بوكس، واللي يحب لا ممكن يقطعها. راح تشوفون شلون انا قطعتها. طبعا هنا حطيتها بطاوة، طاوة شوية حارة، حطيت لها شوية زيت، حطيت لها اول شي السيم هذا مال القلاية الهوائية مرهم، رديت حطيت معون طلع صغير الاسود، رديت جبت هذا المعون الكبير يكون لون جوزي، هذا اكبر حجم لقيت عندي فحطيته. كبست عليه شوية بايدي، ضغطته كأنه بالكابسة، شوف شلون ضغطته حتى كأنه بالكابسة، اضغطه شوية مدة دقيقة تلقي شو شلون صار لونها اصفر وكلش حلو. اهم شي تحطون شوية زيت حتى تاخذ لون، اهم شي شوية زيت، تمام. وتضغطون حيل بيه حتى كأنه بالكابسة، شوفوا شكلها كأنه انا طلعتها من الكابسة، جهاز هذا الكبس. قطعتها بهذا الشكل، احنا نحبها مقطعة صغار فقطعتها بهذا الشكل وحطيتها بهذا البايركس. هاي ايضا هنا هاي كلش حلوة. هاي ايضا انه الطفل من يجي يلقاها باللانش بوكس ممكن يطلع وحدة ياكلها، حتى يقدر بالمشكاكة ايضا يقدر ياكلها، يعني مو الا بيده، خاف ايده بتكون نظيفة وما يلحق يغسل، فممكن بهاي الشكل. هنا عندنا ايضا شوية كاتشب، هاي ممكن طريقة نستغنى عنها بس انا حبيت اضيف شوية كاتشب لان بحموضة ينطي بعد اكثر حموضة وطعم طيب لان يحبون حامض البيت. اضفت عليها شوية جبن موزاريلا، ممكن شيدر براحتكم اللي انتو شايفين، ويا الصلصة، وطلعت بهاي الطريقة. المطة مال جبن الموزاريلا كلش حلوة، كلش يعني حلوة وعجبتني يعني هذا الجبن. فضلا وليس امر الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شنو رأيكم بفيديوهاتي؟ ان شاء الله تعجبكم، انطوني ارائكم بالفيديو هذا اذا عجبكم او لا، او عندكم اي ملاحظات على هذا الفيديو. مثل ما تشوفون المطة كلش حلوة.